اعتقد ان احنا كبشر كلنا عموما، يعني كل الناس بتحب الستوريز، بالذات تحديدا ستوري الاندر دوج، ستوري المحمد صلاح. ده محمد صلاح، انا كنت باكل كشري وبحط عليه شطه عشان املى جسمي وبروح بالقطر وبرجع مش عارف ايه. او ستوري فيلم العالمي، تمام. او ستوري روكي بالبوا، او القصه بتاعت اي حاجه، فاهم؟ اي حد ناجح، كريستيانو رونالدو، كونر ماجريجر، مش عارف مين، اي حاجه. الناس كلها بتحب القصص دي، ولكن بتنسى ان انت برضو عندك الفرصه ان انت اللي تبقى القصه، ان انت تبقى الاندر دوج، ان انت اللي قصتك تتحكي. مش هقول لك تحكيها على السوشيال ميديا، ولا تحكيها على التلفزيون، ولا تحكيها على وثائقي، بس على الاقل تحكيها ما بينك وما بين نفسك. بجد يعني you deserve this as a person، ان انت يكون ليك قصه الاندر دوج بتاعتك. انت ليك القصه الخاصه بيك. وانا شايف ان انا مش، واعتقد مش انا بس، اعتقد ناس كثيره جدا، كثيره جدا 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 they don't have a story to tell. they have nothing to say. ما عندكش حاجه تقولها، فاهم؟ هو يعني ما عندكش قصه اندر دوج، ما عندكش قصه صعود وهبوط ونجاح وفشل 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 ونجحت. وكون ان انت توصل لنقطه اللي هو ونجحت، مش هي دي مربط الفرس، على قد ما هو ان يبقى فيه قصه اندر دوج. قصه الاندر دوج مثلا ممكن تكون في خساره الوزن، او في ان انت بتبني جسم كويس، او ان انت مثلا بتتعافى من الاصابه، او ان انت تحاول تعيش لايف ستايل صحي، تحاول انك تتعلم حاجه جديده، بتبتدي بزنس، بتبتدي بيرسونال براند، بتتعلم عن كذا، تتعلم انجليزي، which is يعني اللي الشانل دي was supposed to be about، بس هي ابتدت English motivation. بس انا شايف ان حاجه زي كده ضروريه. يعني الجانب التقني باذن الله، والله I promise you guys ان شاء الله هيبقى فيه يعني حاجه انجليزي صرف. بس for now I'm a little bit busy. المهم، عادة الموضوع you need a story. you need your own story. والستوري بتتعمل ازاي؟ بان البطل بيخرج بره الكومفورت زون بتاعته، بيعمل حاجات صعبه. باتمان، مش عارف والله باتمان معلق عليا ليه، بس سيبك من باتمان عشان مش فاكر الفيلم مين. والعالمي برضو مش فاكره. العالمي اعتقد السياق بتاعه كان ان هو مش عارف ايه، كان لعيب جامد وبعدين اعتزل. بعدين انا فاكر لقطه معينه منه، عشان هي اللقطه دي يعني فايرال جدا على فيسبوك. هو بيرمي السيجاره، بعدين يروح الملعب ويربط الكوتشي وينزل يجري. هي دي القصه، يعني هي دي بقى القصه، هي دي قصه الاندر دوج، ان انت بتنزل توطي تربط الكوتشي وتنزل تجري، فاهم؟ بتغير التيشيرت وتلبس تيشيرت الجيم وتنزل تتمرن. بتقول انا مش هاكل جونك فود، وانا هسلق الاربع بيضات، ولا هاكل اي حاجه، هاكل بانيه، فاهم؟ بايه بتعمل ايه؟ بتواجه مخاوفك، فاهم؟ بتروح الانترفيو بتاعتك اللي بالانجليزي، اللي او ماي جاد انا هتكلم انجليزي. يا عم روح الانترفيو، روح الانترفيو، وان شاء الله لو اترفضت يبقى اتليست اتس gonna give you a reason، فاهم؟ يعني لما انت تترفض، على الاقل هيكون عندك، هتزعل شويه وتتضايق وبتاع، بس على الاقل هيكون عندك دافع ان انت تتغير، فاهم؟ بس لما انت قاعد في البابل كده بتاع انا مش عايز اروح الانترفيو، انا مش عايز اسجل كونتنت، انا خايف ابتدي البيزنس، افرض فشلت الناس هتقول عليا ايه. fuck this man, like honestly fuck this, fuck this. انت اكيد مش عاوز تعيش حياتك كده، صح؟ يعني اكيد انت عاوز يكون عندك حريه، فاهمني؟ اكيد. مش عارف الحته دي انا هشيلها من الفيديو ده، المهم غالبا هسيبها. فيعني اربط الكوتشي وانزل، اربط الكوتشي وانزل، انزل بقى فين؟ انزل بقى الجيم، هتنزل بقى تلعب بقى مش عارف ايه، هتبتدي تتعلم حاجه، هتتقدم للبنت اللي انت بتحبها. I don't know، يعني do something difficult، فاهم؟ فابوها يرفضك، فليه يا حاج ده انا مش عارف ايه، يقول لك يا ابني والله انت ما انت فقير. طب يا حاج انا هوريك، فتقوم بقى دي هو رفضني عشان مش معايا فلوس، طب انا هوريك، فتعالى بقى شوف الفلوس، you know.
انت رفضتني من الانترفيو عشان انا رحت الانترفيو واتوترت. طيب تمام، انا خلاص انا محتاج احل المشكله دي. فthis is the story. فاهم؟ البين، الالم، الاحراج، الكرنج، التهبيل اللي انت بتهبله. تنزل الجيم مش عارف تتمرن ايه، تصور فيديو مش عارف تصور ايه، والبودي لانجوج بتاعتك عامله ازاي، وعمال مش عارف تعمل اي كونتاكت حتى مع بتاع دي. فاهم؟ that's the story. that's the fucking story. that's the point of it. البوينت مش ان انت تجيب فيوهات، البوينت مش ان انت I don't know يعني. ماشي، البوينت بالنسبه لك ان انت تتعلم انجليزي، صح، ماشي، بس enjoy the journey and create your own story. ولو هفتكر مثلا حاجه لجو روجن، واحد من اكبر البودكاسترز يعني، او من اشهر الناس على سبوتيفاي، اشهر بودكاست في العالم عموما. كان له مقطع بحبه جدا، كان بيقول فيه ان انت pretend ان انت الشخصيه الرئيسيه في فيلم، وتخيل ان في كاميرا كرو ماشي وراك بيصورك، بيشوف انت بتعمل ايه طول اليوم، او انت بتعمل ايه عامه. تمام؟ وانت زي ما بتتفرج على فيلم رعب مثلا، اللي هو ايه، لا ما تخشش هناك، انت غبي، انت غبي، ايه يا عم الغباء اللي انت بتعمله ده. في ميم تاني برضه اللي هو مثلا الفرق اللي بيقع في المصيده، فاهم؟ اللي هو انا بحط له حته الجبنه وهو يقوم رايح على الجبنه ويقع في المصيده. ايه الفار الغبي ده؟ انت الفار. احنا الفيران، فاهم؟ احنا الفيران بجد في تصرفاتنا، احنا الفيران في خوفنا الغير مبرر من الاشياء الغير مهمه. فاهم؟ يعني ايه هي اسوأ حاجه هتحصل؟ هتروح وتترفض. ايه يعني؟ ماشي تمام خلاص، لسه بتاكل وبتشرب وبتمشي، تمام، يعني بكره تروح انترفيو تاني. هل دي اخر شركه في الوجود؟ هل دي اخر انترفيو في الدنيا؟ وانت ليه اساسا رايح الانترفيو دي؟ عشان انت مؤهل، فاهم يعني؟ انت بتاخد فرصه الانترفيو عشان انت السي في بتاعك كويس، فانت بتاخد فرصه. تمام، تعالى ورينا، تعالى كلمنا، تعالى اشرح لنا. معرفتش تشرح، اوكي، هيكون عندك سبب ان انت تتحسن. فانت اصلا you should seek discomfort، يعني انت you should seek pain، عشان البين ده بيكبرك. فانت تشوف الحاجه اللي انت خايف منها وتروح تجري عليها، بجد تروح تجري عليها، مش ان انت تهرب منها. عشان لو انت هربت منها، انا مش عارف، انا ذكرت الموضوع اللي هو الاغنيه بتاعت مروان موسى لسه ما ذكرتهاش. الاغنيه دي فيها لاين انا بحبه جدا، او انا يعني نظرتي الاغنيه دي زمان كانت نظره، ودلوقتي نظرتي الاغنيه نظره مختلفه تماما. ومن من الجزء يعني من الكوبليه اللي بحبه، هو بيقول فيها ايه: عايز اعيد، عايز اتحول، بقولها كتير وبتتفوت، عايز احس ان في شخص اتكون، عايز العبها تاني من الاول. مصيبه لو فضلنا زي ما احنا، مصيبه لو فضلنا زي ما احنا، مصيبه بجد. لو انت ال 21 زي ال 22 زي ال 23 زي ال 24 زي ال 25، وتبقى من الناس اللي هي تصحى من النوم وتقول انا ضيعت عمري في ايه، بجد ده اكبر اكتر حاجه هتموتك نفسيا وكل حاجه، هتموت روحك. انت تصحى من النوم كده تقول هو انا عملت ايه الخمس سنين اللي فاتوا دول؟ تمام؟ مش بتكلم على اتشيفمنتس، مش بتكلم على نجاحات، مش بتكلم على فلوس، مش بتكلم على وات ايفر. انا بتكلم على اللي هو did you actually try؟ هل حاولت فعلا؟ فعلا هل تحديت نفسك؟ هل خرجت بره الكومفورت زون؟ هل عملت اللي مطلوب منك؟ اجابتك غالبا هتكون لا. وانا مثلا لو سالت السؤال ده لنفسي دلوقتي، هل انت تعمل المطلوب منك؟ لا، بجد لا. وبجد يعني انت دايما هتكون في 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 ايه، في جيرني ان انت تحاول تديها 100%، تدي 100% كل يوم. بس مش طبيعي، يعني مش الطبيعي ان انت تدي 100% كل يوم. الطبيعي ان انت تدي اي حاجه، تدي 10% النهارده، وبعدين بكره تدي 20%، بعدين بعده يبقى يوم جامد تدي 70%، بعدين بكره اليوم اللي وراه مثلا يعني تعمل حاجه واحده بس، حاجه واحده بس، just do one thing. فاهم؟ خش تعلم كلمه، خش احفظ مش عارف ايه، بس فاهم يعني؟ ده المطالب منك. يعني دايما لما تيجي تسال نفسك مثلا، لما تيجي تفكر في حاجه، هو انا قصرت؟ غالبا هتقول لنفسك اه انا قصرت، عشان احنا فعلا بنقصر. بس تخيل لو انت ما قصرتش،
ما اظنش ان في حد مش بيأثر وبيفشل. يعني في كود بحبها لاندرو تيت بيقول فيها ان هو ايه I think it's genuinely impossible for a man to sincerely try and fail. بجد مستحيل ان انت تصور مثلا 100 فيديو، مستحيل ان انت تصور 100 فيديو ومحدش يشتري منك حاجه. مستحيل ان انت تبعت 100 ايميل. ده برضو اليكس هرموزي بيقول كده بجد بقى. هو ايه this is also why mindset is so important. يعني مثلا انا ليه مش بسجل فيديوهات تعليميه عن الانجليزي؟ عشان انا شايف ان في القدر الكافي من ده، ومحتاجين نبص على الانجليزي بقى من منظور مختلف شويه، واتمنى ان انا بقدم لك المنظور ده. اليكس هرموزي who is a super popular entrepreneur وماركتير وكل حاجه، اتفرج عليه على يوتيوب. هو عنده برضو سبحان الله يعني كل الناس اللي هي somehow successful او واصله لنجاحات، ايا كان تعريفك للنجاح ده ايه، بتقول نفس الحاجه: حاول وافشل، حاول وافشل. بتقول حاول كتير، فاهم؟ يعني اليكس بيقول لك ابعت 100 ايميل وهيجي لك عميل، ابعت 100 رساله وهيجي لك عميل، صور 100 فيديو وهيجي لك فيوز، اعمل مش عارف ايه وهيجي لك. ف did you actually try؟ are you actually like trying؟ يعني هل انت فعلا are you doing your best؟ غالبا اجابه السؤال زي ده لا. طيب هل انا حتى قريب من اللي هو مثلا، هل انا اصلا بحاول؟ مش بقول لك بقى doing your best، يعني هل انا اصلا بذاكر ربع ساعه في اليوم؟ فاهم؟ مش بقول لك بقى doing your best ربع ساعه في اليوم. هل انا ملتزم مثلا ان انا بحاول؟ هل انا بحاول اصلا ان انا ما افشلش؟ فاهمني؟ يعني هل انا في دماغي مثلا ان انا النهارده مثلا ما ذاكرتش او ما انتجتش او ما عملتش اللي انا المفروض اعمله فانا مثلا متضايق، فان شاء الله بكره هعمل كذا كذا، او هعمل السيستم ده او هعمل الروتين ده عشان اضمن ان انا بكره برضو ما يكونش زي النهارده؟ هل انا بقالي 3 شهور مش بذاكر عشان انا مكسل؟ 3 شهور كتير كتير. يعني يومين 3 اسبوع ماشي تمام، 3 شهور كتير. ده ربع سنه، ربع سنه من حياتك. at least this is how I think. على الاقل انا بفكر كده. مش كل يوم بيبقى كويس، مش كل يوم بيبقى منتج، مش كل يوم بتعمل اللي انت المفروض تعمله، مش كل يوم بتخلص اللي وراك، بس بتحاول. بتحاول وبتفشل، بتحاول وبتفشل، وبتحاول وبتفشل، و100 مره و100 مره و100 مره. وقصه اندر دوج. you need to have the same story with English. محتاج تحاول وتفشل وتجرب كورس ويتنصب عليك، وتجرب كورس وتلاقي ايه ده انا ما استفدتش حاجه، وتجرب تحفظ فوكابيلاري تلاقي اللي هو لا مش بحفظ فوكابيلاري. تجرب انت تذاكر جرامر وبعدين تكتشف اللي هو يعني no not for me. تجرب تذاكر تتفرج على فريندز ما يعجبكش، بعدين تتفرج على مش عارف مين ويعجبك. تبتدي تسمع اغاني، تشوف مثلا انا بحب اسمع مش عارف مين، بعدين تغير ذوقك، بعدين تروح الانترفيو تترفض، بعدين تروح الانترفيو تترفض، بعدين تروح الانترفيو تترفض، بعدين تروح الانترفيو تجيت اكسبتد في حاجه مثلا مش جامده بس ماشي، بعدين تشتغل كويس، بعدين من الشركه دي تتنقل للشركه دي، بعدين في الشركه التانية تقابل مدير يعلمك حاجات كتيره، بعدين تروح لشركه تالتة في مجال مختلف، بعدين من الشركه دي progress of some sort. عودة ليه مصيبة لو فضلنا زي ما احنا، مصيبة لو فضلت اللي هو متقبل ان انا مش عارف اذاكر انجليزي، انا مش عارف اذاكر منين. find a way figure it out. you're supposed to figure it out. ده جزء الاندر دوج بيدور، بيخش في المكتبة. ايام زمان بيعمل ايه اللي هو الباحث العالم، بيخش في المكتبة يدور على الاجابة. انت مش محتاج تخش المكتبة دلوقتي، انت محتاج تخش على جوجل، تمسك كده تفتح الموبايل ازاي اتعلم انجليزي، وتتفرج على فيديوهات لحد ما تلاقي الفيديو مناسب ليك ويقول لك اتعلم انجليزي كذا الطريقه دي. فتمام لقيت الاجابه بتاعتي وببتدي اشتغل، وانا بشتغل بدور. اوعى تفضل زي ما انت اطلع بره الكومفورت زون وحاول وافشل، ودور على الفشل، ودور على ان انت تترفض، ودور على ان انت
experience pain، عشان البين ده هو اللي هيديك الدافع ان انت تعمل حاجه احسن. سلام.